هو انت مجنون؟ في ايه؟ في ايه؟ في بيت الراجل وبدل ما تشكره بتقول له الكلام الغريب ده ليه؟ انا حر، انا كنت بتكلم عن نفسي. لا مش حر، احنا الثلاثه دخلنا الشركه سوا واتعيننا سوا، ومش من الذوق ان انت تكلم الراجل كده. وانت اللي هتعلمني الذوق؟ انا اللي اعلمك الذوق، ما علمكش ليه؟ يعني كبير على علامه. بس يا ابني انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ طب احترم نفسك وابعد عن طريقي. ولو ما بعدتش هتعمل ايه يعني؟ قلت لك ابعد عني. بس اشوفك داخل بكتاب يقول عليك بني ادم. بس يا جدعان ما تفضحوناش، هتتخانقوا هنا. اسمعوا انتوا الاثنين، احنا اللي جمعنا ببعض الظروف بس، يعني لا اصحاب ولا نعرف بعض، ومحدش فيكم يفتح بقه معايا تاني. ده الجياطه دي، ده مجنون ده. بس يا عم بقى اهدى، مش خلاص اهدى بقى، روق. تعال نتمشى وندردش شويه. روق روق. بس قمر نانسي دي، قمر. حلوه فعلا وشيك. انا وانا بديها الهديه كنت حاسس ان هم يطردوني بره. ليه يا عم؟ ليه ايه؟ قصر قبها والناس زركش على الاخر، وانا داخل اديها شمع دم ب 120 جنيه، كانوا يقولوا لي اطلع بره. يا عم عادي، ما انا جبت لها هديه ميداليه فضه، كنت مقلق بس هديه برضك، هنعمل ايه؟ ميرسي قوي، ميرسي. يا لهوي على الجمال، جميله جمال. كان نفسي النور يطفي وارقص معاها. سبحان الله. سرحت في ايه؟ في الدنيا الواحد حاسس ان هو عايش في الدنيا دي بالتبرعات، بالشحاته، بالصدقه. ايه يا عم ليه بتقول كده؟ يا سيدي ما تدقش. لا بقول لك ايه، ما تبقاش نفر زي الواد اللي اسمه مسعد ده. احنا اتفقنا نتمشى مع بعض وندردش، يعني خلاص بقينا اصحاب، نفتح قلوبنا لبعض. انت عايز تقفل حقك، انت حر، انا مش عايز. يا عم مش فكرة اقفل، بس الواحد افتكر في كل حاجة حصلت معاه وهو صغير كانت كده برضك. مصاريف المدرسة تيجي، أمي وأبويا يشيلوا الهم، وبعدين ألاقي أمي وشها نور وقالت لي ابسط يا عم، مصاريف المدرسة ربنا بعتها. فضلت الدنيا ماشية كده بقى، نخاف ونقلق، بعد كده ربنا يبعت. حتى الشغلانة الأخرانية دي، للتذاكر، للحسابات، حاجة غريبة أوي. تيجي تدور على شغل ما تلاقيش، فجأة ربك يبعت. يبقى عايشين على الصدقة ولا لأ؟ صح؟ ما هي الدنيا كده، ما تفكرش كتير. حد يتبعت له مصاريف المدرسة، حد يتبعت له قصر قبها، حد يتبعت له بنت زي القمر، وانت ورزقك بقى. بقول لك ايه، تاكل بومبار؟ انت مسخرة يا جدع. مسخرة ليه يا عم؟ هم اللي بياكلوا بومبار مسخرة؟ لا بس اللي شايف نانسي قمر ونفسه النور يطفي عشان يرقص معاها ما يقولش بومبار دي خالص. لا ما هو انت مش فاهم الموضوع، انا هفهمك. تعال، البومبار ده اصل الحكاية، انا هفهمك. البومبار ده تدوق طعمه تنسى اصلا.